بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم حبايبي، انا اماني محمد. ان شاء الله النهارده هتكلم معاكم عن اللمبه الحمراء في الديب فريزر كريازي. اللمبه الحمراء دي لما تنور ده معناه ايه؟ ده معناه انذار، معناه تحذير، معناه خطر، انه في حاجه غلط في الجهاز، في عطل في الجهاز هيتسبب انه يبقى مفيش فيه تجميد جوه الديب فريزر، وبالتالي لا قدر الله الحاجات اللي جوه ممكن تبوظ معانا. علشان كده انا عملت الفيديو ده، لان العطل ده اتسبب لي قبل كده في خسائر كتيرة جدا. تعالوا كده نشوف. ده طبعا الترموستات، وبكون ظبطاه صيف وشتاء على 2. وده الزرار بتاع اللاين، بضغط عليه، مسؤول عن فتح وقفل الجهاز، هو زرار الباور مكتوب عليه لاين. ولما بضغط عليه اللمبة الخضراء دي بتنور، وده معناه ان الكهرباء واصلة والجهاز شغال. الزرار بقى بتاع السوبر ده لما بضغط عليه اللمبة الصفراء اللي في النص دي بتنور، ودي مسؤولة عن التجميد السريع. لو عايزة تجمدي حاجة بسرعة، مثلا الحاجة دي هتسافر او كده، فبتضغطي على زرار السوبر. بس بمجرد الحاجات ما بتجمد معاكي على طول بتفصليها، علشان بس الموتور ما يسخنش معاكي ويبوظ. تمام. هنا بقى انا في اليوم ده نسيت درج من الادراج، يعني طالع لبره شويه، ولما قفلت الباب ما اخدتش بالي، والهواء اتسرب لجوه الجهاز. الفتحات اللي انت شايفاها معايا دي اتكون فيها تلج من جوه. طبعا الهواء السخن لما دخل اتكثف وعمل نقط ميه، ونقط الميه دي اتجمدت وسببت في ان المروحه بتاعه الجهاز تقف. لو مديتي ايدك من الفتحات دي هتلاقي تلج متكون جوه الفتحات، وهو ده اللي بيوقف المروحه وبيخلي الجهاز ما يشتغلش معانا كويس. تمام. وعلشان كده في عطل في الجهاز، فاللمبه الحمراء بتنور معانا. طيب نتغلب على الموضوع ده ازاي او نصلحه ازاي؟ انت ممكن تشيلي كل الادراج وتفضي الديب فريزر، تمام، وتسيبيه لتاني يوم، تفصليه من الكهرباء وتسيبيه لتاني يوم، وتاني يوم تنشفيه كويس وتنضفيه، وتشغلي المروحة بتاعتك قدامه نص ساعة علشان ينشف كويس، وبعدين تشغليه عادي خالص، وان شاء الله يشتغل معاكي. طيب الادراج دي دلوقتي فيها حاجات انا ما عنديش مكان تاني احطها فيه، اعمل ايه؟ انا فضيت الديب فريزر كله كده زي ما انت شايفة من الادراج بالشكل ده. تمام. شايفه المنطقه اللي فوق دي؟ المنطقه اللي فوق دي بيبقى متكون فيها تلج. لو حطيتي ايدك عليها كده بالشكل ده، لو حطيتي ايدك كده هتحسي ببروده شديده، ده معناه ان في تلج كتير جوه من جوه في الجهاز. بصي، انا اخدت الادراج بتاعتي كده وحطيتها على بعضها، رصيتها وغطيتها ب2 كوفرته، علشان بس الحاجات ما تسحش معايا بسرعه، واكسب وقت اقدر فيه اصلح الجهاز. تمام. لازم تغطيها كويس جدا، او تحطيها في اوضة فيها تكييف وتغطيها برضو علشان تكسبي وقت. انا هنا حطيت حلة على النار فيها مية، ولما بدأت المية تغلي طفيت عليها النار وجبتها كده جوه الجهاز، حطيتها كده على فوطة زي ما انت شايفة اهو، حطيتها جوه الجهاز. تمام. المية السخنة دي هتسيح لي التلج الموجود فوق في الفتحات من فوق. تمام. هسيبها لمدة ساعة، هقفل عليها الباب وهرجع لها بعد ساعة ونشوف ايه اللي هيحصل. تمام كده اهو. انا كده رجعت لها بعد ساعة. شايفة بقى معايا التلج الحمد لله، يعني بدأ يفك معانا اهو، ونزل بالشكل ده، هو ساح يعني خلاص. ونزل ميه كده زي ما انت شايفه اهو. هنضف الجهاز بتاعي كله وانشفه كويس جدا، وهجيب المروحه واشغلها قدام الجهاز، وهسلطها على الفتحات كده من فوق، علشان لو في بواقي تلج زي ما انت شايفه كده، انا كنت منشفاه ومع ذلك كان في بواقي تلج، التلج ساح ونزل برضو نقط ميه كده زي ما انت شايفه. هنضفه كويس جدا، وهبدأ بقى بعد كده. شايفه انا هنا بوريلك ان الفتحات خلاص ما عادش فيها اي تلج، وده معناه ان شاء الله ان هو يشتغل معانا كويس. لو حطيتي ايدك كده مش هيبقى فيه اي تلج. خلاص هرص كده بقى الادراج بتاعتي بالشكل ده. تمام. وهنقفل الجهاز بتاعنا. خلي بالك، نسيت اقولك من البداية انك لازم تكوني فاصلة الجهاز من الكهرباء. اوعي تشتغلي وتحاولي بقى تصلحيه والفيشة في الكهرباء ابدا، خلي بالك على نفسك. هنا بقى انا طبعا هحط الفيشة في الكهرباء بقى، وهنشوف ايه اللي هيحصل. القراية هنا كانت 26، واللمبة الحمراء لسه منورة زي ما هي. تمام. بصي انا هنا ظبطها على 2 صيف وشتاء، ما بغيرهاش عن كده. الفني اللي جاي يصلحهولي قبل كده قال لي دايما خليه على 2. تمام.
هسيبه بقى شوية كده وهرجع له بعد شوية، وهنلاقي القراية دي كل شوية بتتغير معانا وتبدأ تنزل كده زي ما انت شايفة. لما توصل معايا لسالب 14 هلاقي اللمبة الحمراء انطفت معايا خلاص، وبكده يبقى العطل بتاعنا الحمد لله قدرنا نتغلب عليه. هو بيوصل معايا لسالب 24 دايما، وبكده يبقى خلاص انا مطمنة على الجهاز بتاعي ان هو ان شاء الله بقى سليم، والعملية بتاعة التجميد ماشية تمام. انا عملت الفيديو ده مخصوص يا جماعة علشان احاول اعلمكم فيه معلومة بسيطة، اتمنى ان هي تكون افادتكم باذن الله. ولو عجبكم الفيديو بقى ما تنسونيش اللايك والاشتراك في القناة، والسلام عليكم.